من أنت؟ أنا الطبيب الفلاني، أنا المهندس الفلاني، أنا العالم الفلاني، أنا المحامي، أنا القاضي الفلاني، أنا العسكري، أنا الضابط، أنا الدركي، أنا الشرطي، أنا الوزير، أنا المدير. من أنت؟ أنا ابن فلان، أنا ابن العائلة الفلانية، أنا من الجنسية الفلانية. من أنت؟ أنا. هل تعلم أن ما من مخلوق في الأرض خلقه الله سبحانه وتعالى إلا ويفوقك علما؟ الحوت الأزرق مثلا وزنه 150 طنا، أنت ما وزنك؟ أعلم علماء الأرض الذي معه أعلى شهادة في علم الزلازل لا يمكن أن يتنبأ بالزلزال قبل وقوعه ولو بثانية. أما الحمار أكرمكم الله فيتنبأ بالزلزال قبل وقوعه ب25 دقيقة. للكلب حاسة شم تفوق حاسة شم الإنسان بحوالي 1,000,000 مرة. الصقر مثلا، الصقر يرى 8 أضعاف ما يراه الإنسان، إذ يرى السمكة تحت الماء من علو شاهق وينقض عليه. هناك حيوانات تبلغ سرعتها ما يقارب 125 كيلومتر في الساعة. هناك حيوانات أخرى إذا فقدت أحد أسنانها نما مكانه سن جديد. هناك حيوان إذا قطعت يده نمت له يد جديدة مكانها. هذا فوق كل طاقة، هذا فوق طاقة كل البشر، بمعنى أدق ما من صفة مركبة للإنسان إلا ما يزيد عنها في الحيوان. فمن أنت؟ أنت تحت رحمة الله، أنت تحت رحمة الله، أنت في قبضة الله. جسدك وسلامتك بيد الله سبحانه وتعالى، زوجتك وأولادك ورزقك بيد الله سبحانه وتعالى. أنت لا شيء، أنت لا شيء، أنت لا شيء بلا رحمة الله. لو أن نقطة دم كرأس الدبوس تجمدت في إحدى شرايين دماغك لفقدت الذاكرة وخبرتك ومعلوماتك. على ماذا تتكبر؟ على ماذا تتكبر يا عبد الله؟ إن الزيتون إذا ضغطت عليه أخرج لك أرقى الزيوت. وكذلك الفواكه إذا ضغطت عليها أخرجت لك أحلى العصائر. إذا أحسست أن متاعب الدنيا تضغط عليك بهمومها فاعلم أن الله يريد أن يخرج منك أجمل ما في قلبك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.